بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم اخواتي. دائما كنرحب بالمشاركين في القناه ديالي، وكنرحب كذلك بالتعاليق ديالكم. كنشكر الاخت هدايه اللي كانت سبب في هذا الفيديو ديال الدغميره ديال الدجاج، لان الفيديو ديالي ديال الدجاج المحمر اللي سبق لي قدمت اقتصرت فقط على طريقه طياب الدجاج لاني ما بغيتش الفيديو يطول. المهم بلا ما نكثر عليكم، بالنسبه للدغميره فاحنا كنشدوا الكبده والقنصه والعنق وكنسلقوهم في الماء مع شويه الملحه باش تحيد منهم السفوريه، وكذلك باش يشدوا في راسهم. نقطعوهم قطع صغار. ثم نضيفوهم المرقه ديال الدجاج بعد ما زولناه من الطنجره. يعني بعد ما نزولوا الدجاج من الطنجره نضيفوا هاد القشاوش ديال الدجاج اللي كنقولوا حنايا في مراكش، القشاوش ديال الدجاج بعد ما قطعناهم نديروهم في المرقه ونخليوهم يطيبوا. نضيفوا ليهم كذلك الزيتون الخضر اللي سبق لينا كذلك سلقناه في شويه، سلقناه شويه باش تنقص منه الملوحه الزايده باش ما يملحش لينا المرقه. نخليوهم يطيبوا، نحركوهم مره بدون ما يطيبوا غادي تختار لينا المرقه وغادي نحصلوا على الدغميره. دايز هالكلام. يمكن لكم ترافقوا طبق دجاج محمر بواحد لاصوص كتجي زوينه بزاف، غنقولها لكم باختصار. كي تعم الفائده: 2 معالق كبار مطيشه الحك، ضريس ديال الثومه، عصير نصف حامضه، شويه د الربيع يعني شويه القزبور والمعدنوس، زيتون مقطع، معلقه صغيره ديال السمن، ابزار، شويه الابزار، شويه التحميره، شويه الملح، وكذلك شويه من المرقه ديال الدجاج. غناخدو 3 المعالق كبار من المرقه ديال الدجاج، ما تاخديش القانصه والكبده لا، خدي غير ديك المريقه مع شويه البصله. ثم خلطيهم مزيان وخليهم يطيبوا شويه. المهم غير يطيب الزيتون لان كلشي طيب، وديريهم في طبيصله صغار ورافقي بهم الطبق الرئيسي ديالك. ما تنساوش ديروا لايك ومشاركه صابوني مع تفعيل الجرس اللي كيظهر بعد ما تضغطوا على صابوني.